بسم الله الرحمن الرحیم. مریسبانو هر کله چې فارغ شو د بیان د طهارت نه چې هغه شرط د پاره د مونځ او د مانځه مفتاح وه، نو اوس شروع کړله په مشروط کې چې هغه لمونځ دی. لمونځ دې کې عبارت دی د ارکانو مخصوصو نه، د هغې ارکان مخصوصو نه اولنۍ مسله درته د مانځه د وقت ذکر کوي، چونکې مونږ شرایط هم لري او مونځ ارکان هم لري. د مانځه د شرایطو د ارکانو نه ځینې درته بیانې، په هغې شرایطو کې یو څه شی دی دخول د وقت دی. وبه قال حدثنا حناد بن سرين حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن ابي ربيعه عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد قال اخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال اخبرني ابن عباس رضي عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امني جبرائيل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الاولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. دا امامت د جبريل عليه السلام درته ذکر کی چې د مبارک راغله او نبی عليه السلام ته امامت کړي و. وای امني جبريل عند البيت، جبريل عليه السلام امامت راتو کې عند البيت مرتين فصلى الظهر پاولنی کې د ماسپخین منځ کوي مې حتی اذا كان حين كان الفيء چې کله و دا په مثل الشراک په مثل دغه تسمیه د چا د پڼې ان علو يكون على وجهها کنه پاس نل ثم صلى العصر به د مازیګر منځ کا حين كان چې هر وخت هر یو شی مثل ذله څومره چې د ذل په مثل باندې ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس غربت الشمس وافطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر. برق معنى طلع الفجر. وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ذل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ذل كل شيء مثله ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إلي جبرائيل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين وفي الباب. عن أبي هريرة وأبي هريرة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وعن أنس رضي وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرني حسين بن علي بن حسين أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبرائيل فذكر نحو حديث ابن عباس رضي الله بمعناه ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. وحديث جابر رضي الله في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار أبو زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله حديث حسن صحيح حسن. وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب منه. وبه قال حدثنا هناد حدثنا محمد بن فزيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقتا أولا وآخرا منذ بارا ولا وآخرا وقت شتام إنه جوال وآخر راغلو طبعا وستم لرينو درميانا ومتوسط تيمية. وإن أول وقت الصلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها. وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس. وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق. وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق. وإن آخر وقتها حين ينتسب الليل. وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر. وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله قال أبو عيسى سمعت محمد يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش. وحديث محمد بن فضيل أخطأ فيه محمد بن فضيل. حدثنا هند حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا فذكر حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وهو بمعناه. وبه قال حدثنا محمد بن منيع والحسن
بن صباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى. المعنى واحد. قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس البيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد ونعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال أين سائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل أنا، فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرسد أيضا. وما جاء في التغليس بالفجر. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري وحدثنا معن حدثنا مالك عن يحيى بن سعد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء. قال الأنصاري فتمر النساء متلففات بمروتهن ما يعرفن من الغلس. وقال قتيبة متلفعات. وفي الباب عن ابن عمر وانس وقيلة ابنتي مخرمة رضهم. قال أبو عيسى حديث عائشة رضنها حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر رضهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستهبون التغليس بصلاة الفجر. دا د دوی رایه ده. ما جاء في الإسفار ورستونه باب ولګو نو دا تاسو ته ترمذی عادت ما خودلې او چې د ترجیح اخرنه باب ولګي غیته ورکی نو بهترواله د سار په منځ کې تغلیس نه دی بلکې اسفار دی رڼاواله نه. وبه قال حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق